الله ينوركم. وهاد الوقفه ديالكم عندي بكنوز الدنيا، ثقوا بيا. سي فري قبيله انا كنشوفكم ما تصوروش من الفوق. فرحان لانه قدرنا نجيو من المغرب مع السي رشيد شو ومع السي اناس واللي حاولوا يديروا مجهود باش يجمعونا من اجل اننا نخرجوا هذه الابتسامه من وجوهكم الجميله، لانكم فعلا كتستاهلوا. ميرسي. مرحبا بك السي رشيد عندنا في بلجيكا وخصوصا في مدينه انفيرس. كيفاش جاك الحفل ديال اليوم؟ بصراحه تفاجأت انا اول مره كنحضر لهذا النوع هذه الحفلات. تفاجأت دابا بالمستوى اللي قدموه الفنانين اللي جاوا من المغرب ولا اللي هنا، وتفاجأت ايضا من الحضور ديال النساء اللي كان بواحد الشكل كبير وديال الشباب اللي حضروا وجلسوا حتى الاخير وخداو الرسائل، سواء اللي كانت عن طريق الكوميديا ولا كانت عن طريق هذاك الشيء اللي حكيته اليوم على الوالدين ديالي ولا الزوجه ديالي. فانا كنت سعيد جدا بهذا اللقاء وهذا الحضور اللي ان شاء الله اكيد غيتبعوا لقاءات اخرى. وحنا نكون فيضان والمهرجان المهرجانات الجافات والمهرجانات. وديري مهرجان جيبي المغنيه برانيه ما تابعاش لينا جايه ب 700 مليون وما لابساش 600 مليون ديال الحوايج. 700 وما لابساش 600 جايه باش تغني لنا ديسك. اش كتقول فيه؟ بقول لك بقول لك يا ظالم. كتشوف الرئيس ديال المجلس كتقول لي كيقول زيدوها اللحمه زيدوها. انا كنحيو سين ترحيب مع خوتنا المغاربه مع جاليه العالم فين ما كيتواجدوا كنحبوا منوتوا عليهم. المساله هو انهم كاينه علاقه وطيده ما بين الخالق والجمهور ديالو. حنا كنتمي لواحد الجيل وذاك الجيل جا جيل اخر والحمد لله حنا مستمرين معاهم وتنموتوا عليهم ولا زالوا ان شاء الله. وهذا خير دليل على ان كان الحضور هنا كان حضور متميز من شباب من نساء كان جمهور جميل مخضرم تبارك الله عليكم كان موت ليكم. وحتى احنا مرحبا بكم لاله صفاء ولاله هناء. واخا انا ما عارفاش فينا هي صفاء وفينا هي هناء مي واخا تقدموا نفسكم الله يخليكم. اولا الله يبارك فيك شكرا. وانا هناء وهي صفاء وفرحانين حنا حاضرين معكم اليوم في انفيرس ومجموعين مع احبابنا هنايا في بلجيكا. انا فرحانه بيان سور وانا صفاء وهذه هناء. وصراحه كانت سهره زوينه مع الجاليه المغربيه، فرحنا ونشطنا وضحكنا وهذا هو المهم. واش حسيتوا بان الجمهور اللي كاين بلجيكا كيعرفكم وتفاعل معكم وفرحان بداكشي اللي قدمتوه؟ اكيد خصك تعرفي انه حنا عندنا احبابنا بزاف هنايا في اوروبا وما كنهضروش عليهم مره كنطلب سهرات. ويمكن اول مره ليا عندي انا وصفاء لينا في انفيرس، لكن محبتهم راه كانت واضحه وشفتوها ولمستوها واغانينا حافظينهم. وشرفني وفرحني انه تفاعل معنا الجمهور وغنينا وفرحوا بينا وفرحت بهم. مرحبا بك سي بوزيان عندنا في انفيرس الفنان الكوميدي المغربي اللي جاي لنا من الريف. كيف دازت السهره ديالنا اليوم؟ دازت رائعه بعدا. انا جد سعيد ان بوزيان كدير مع الحوار ربيعه. اذا هذا حوار بين بوزيان وربيعه. السهره كانت رائعه جدا. درنا سولد اوت في انفيرس. لاصال عامره اطوبي. اكثر من 1000 واحد جا حضر السبيكتاكل ديال رشيد شو كوميدي اللي كان لي الشرف انني نكون من بين لي زارتيست اللي شاركوا فيه. جمهور رائع جدا. المغاربه تجمعوا هنايا، جميع الاجناس تجمعت هنايا، فرحنا بزاف. وهذا الكم الكبير ديال لي زارتيست انا لي الشرف انني نحضر. وكنشكروا دائما اورو قاسيتا. تبارك الله على السي نسيم، هو منظم هذا الحفل الرائع اليوم في مدينه انفيرس. شنو باغي تقول وكيفاش داز هذا الحفل السي نسيم؟ انا بيدي ما حسيت والو بهذا الحفل. انا ملي كنشوف الجمهور اللي كيصفقوا ويضحكوا والفنانه نحس بهم راه مزيانين فرحانين بحال المهم حتى انا نكون مزيان. بصح بيدي ما كنحسش حتى امور الحفل عاد كنبقى نفكر اللي كاين. لان انت كتكون داخل لو ستريس، داخل ما كتكونش عايش الحفله اكثر من كتكون عايش التنظيم ديال الحفل. هادشي اللي باغي تقول. كي كتقولوا طبعا نورمال خصك تفكر في لي زارتيست كيفاش كتعامل بهم.
الناس اللي كيجيو لك كيفاش كتعامل بهم، وانت راك كي كنقول لك وازو صافي كتمشى كطير، خصك تهلا في الناس ديالك. انا نسمح في راسي ماشي مشكل، بصح الفنانه والجمهور اللي كيجيو هما اللي مهم في هذا الشيء كامل، هما اللي كيديروا السبيكتاكل. وي ميسي نسيم، انا بغيت نطمنك بان الحفل تبارك الله كاز رائع، وكان جمهور كبير وكبير بزاف، وخرج كلشي فرحان، والدليل على ان سولنا الناس كلهم كانوا فرحانين. احنا كنشكرك بزاف على هذا النوع ديال الحفلات اللي كتقوموا بهم للمهاجرين اللي عايشين في اوروبا، وكنتمنوا انكم تعاودوها ان شاء الله.